السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى يا باشا على الرسول عشان انا وانت ناخد حسنات، وانزل اعمل لي لايك الجميل واشترك في القناة. شوف يا صاحبي، انا بعتذر لك، انا ما قدرتش اطلع بالليل، اطلع امبارح لسببين الحقيقة. لان انا اما ببقى متضايق او في حاجة مش فاهمها ما بحبش اطلع وانا زعلان، او انا عارف انت المظلومية دي ما بحبهاش، ما بحبش اعملها لسببين بقى. الاول، انا اتفرجت على ماتش سيراميكا، خلينا بس معلش يعني ماتش الاهلي وسيراميكا امبارح. نسال بعضنا سؤال كده، هو سيراميكا اصلا يستحق يعني يستحق يتعادل معاك؟ لا. طب هل انت كنت حلو وجامد وتنين؟ لا برضه. ودي النقطه اللي انا ما فهمتهاش. اتفرج على معلق، خلينا ناخدها ستيب باي ستيب. اولهم كابتن علي ماهر اللي كان عنده حماسه، يعني كان عنده غل كده دي والجزه دي اكتر مثلا من حسين السيد، اكتر من السوليه، يا عم اكتر من فرقه سيراميكا. بص عشان نلخص، فرقه سيراميكا كلها ما كانش فيها بيلعب اللي هو انا بلعب المستوى بتاع اللي فخر اللقاي والواد ابو شعر ده، انا اسف انا مش فاكر اسمه، اللي هو كان بيلعب وينج ده، خد بالك حاجه من حالات. يعني اولا سيراميكا معروف انها بتبني كره من تحت من ايام كابتن ايمن رمادي. تتفاجئ امبارح ان هم بيطفشوا بس. فاللي هو ايه، انا لو جيت قلت لك هات لي هجمه واحده الشوط الاول لسيراميكا مش هتلاقي. طب الماتش كله هجمتين، واحده اصلا نازله ركنيه لكريم ندفد، وده طبعا عمك كريم ندفد فطيرها، والثانيه بتاعت اسلام عيسى. سيراميكا تعمل عليك هجمتين، يعني ده فرقه هجم اكتر من كده اللي خسر 4-1. فدي علامه استفهام بالنسبه لي. طبعا التشكيل يعني احمد بالحاج يقعد. فانا من الاول كده ما فهمتش انت عايز ايه من الماتش، هو انت عايز تعادل ولا عايز تكسب ولا عايز تخسر؟ فطبيعي كان يخسروا، يعني حق ربنا لازم سيراميكا كانت تخسر. نيجي بقى للشق الثاني، في لقطتين جدليتين في المباراه دي. الاولى الكره اللي عدت واللي ما عدتش، ودي انا ممكن اخد ودي معاك فيها. انا شايفها ما عدتش، انت شايفها عدت، ونشوف الكومنتات تقول لي اصل ما عدتش بالخط كله، اصل محمد بسام دخل بقى وبعد كده رجعها معاك، والتصوير طبعا عندنا خرا، فلا انا ولا انت نقدر نجزم بيها. اللقطه بقى اللي انا مش قادر افهمها لحد دلوقتي، اللقطه الهجمه اللي كانت للاهلي اللي الشاطت جت في صدر او في ايد المدافع، لا انا ولا انت ولا اي حد في الدنيا يعرف يقول هي ضربه جزاء ولا لا، ثم تترد بكوره. ده مش ضعف تحكيم، انا مش لاقي لها مبرر غير ان انا ما رضيتش احسب ضربه جزاء على الاهلي، مع احترامي والله. يعني فاهم قصدي؟ يعني انا الحاله الوحيده انك تلغي ضربه جزاء زي بتاعت ياسر دي ان هي تكون ضربه جزاء للاهلي في الحاله الاولى، فبما ان الفار استدعاك ووراك دي بس، يعني دي يعني الاولى ما فيهاش حاجه، فبالتالي انت على اساس مين قلت ان دي ما فيهاش حاجه؟